ظلام الليل المظلم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، وهذا شك الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: كقطع الليل المظلم، أي كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصلاح والفساد فيها. وحاصل معنى الحديث: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها. يعني حينئذ، يعني اعبد الآن في وقت السكينة، في وقت الأمن، في وقت الرخاء، في وقت السلم، قبل أن يأتيك أيام حروب ونهب وسلب واقتتال ما تستطيع تعبد فيها مثل الآن. فاغتنم عمرك الآن. ومن الفتن التي لم تقع بعد، لأن هذا الشرط يمكن اعتباره من الشروط التي وقع كثير منها، ليس أولها فقط، كثير منها، لكن باقي فيها قضية الفتن، باقي فيها. من الفتن التي ما ظهرت بعد فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، هرب وحرب. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، كورك على ضلع، وسنعرف معناها. ثم فتنة الدهيماء. إذا في 3 فتن مرتبة عظيمة شديدة ستحصل في الأمة ما بعد حصلت، غير الاقتتال الأول بين المسلمين، وغير فتن الفرق والخوارج وغيرهم. في فتن 3 كبار ستحدث في الأمة قبل قيام الساعة: الأحلاس والسراء والدهيماء. هي هكذا بالترتيب، 3 فتن. قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، كلما قيل انتهت الآن هدأت، اشتعلت مرة أخرى. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس، يعني نتيجة هذه الفتن، هذه فتن عالمية تمحص الناس، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، معسكرين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذا صار التمايز هذا والانقسام والتفريق هذا الذي ستفعله الفتن هذه في الناس، سينحاز طائفة مؤمنين ما فيهم نفاق، طائفة منافقين ما فيهم إيمان، سيفترقون افتراقا واضحا، معسكرين. إذا حصل فالدجال سيخرج غدا في نفس اليوم أو في اليوم التالي. شرح الحديث: فتنة الأحلاس جمع حلس، وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتب. القتب رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، فوقه يجعل كساء، غطاء، قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا. لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلاس؟
أن هذا الغطاء الذي يجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير، على ظهر البعير دائما. وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير. كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره، والقطعة هذه موجودة عليه، وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرهم. وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسوادها وظلمتها. ما هذه الفتنة؟ ما طبيعتها فتنة الأحلاس؟ هرب وحرب. ما معنى هرب وحرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم البعض، يعني في بينهم عداوة وقتال شديد، في نهب وحرب، نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، يسلبه ماله ما يترك له شيئا. إذن طبيعة الفتنة هذه فتنة الأحلاس أن الناس يقاتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا، والناس يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه، مذعورين متفرقين. هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله. هذه فتنة الأحلاس. ومن يتأمل بعض الأشياء الآن التي تقع الآن كما يحدث في بلاد العراق مثلا، كيف ممكن يكون اختلال الأمن والسلب والنهب؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة، نحن لا نقول الآن هذه فتنة الأحلاس، لا، لكن في مقدمات، في أحوال تذكر الإنسان بهذه الفتنة، ممكن تكون الآن مصغرة، لكن إذا جاءت فتنة الأحلاس كل الناس هرب وقتل وسلب، هذا شيء عام في الأمة. قال الخطابي: الحرب ذهاب المال والأهل، راحت عليه أمواله وأهله، قتلوا والمال سرق نهب. فتنة الأحلاس هرب وحرب. وليش قال بادروا بالأعمال؟ يعني الآن انتهز الفرصة في العبادة، يمكن يأتي عليك وقت ما تقوم فيه الليل ولا تصلي الضحى ولا تستطيع، ليس عندك من الهدوء وراحة البال ما تستوعب به قرآنا تقرأه في الصلاة أو ركوعا وسجودا مطمئنا ووقت تدعو فيه لأنك في شغل من نتيجة الفتنة. ثم فتنة السراء، بعد فتنة الأحلاس ستأتي الثانية وهي فتنة السراء. والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء، هذه فتنة السراء. ابتلوا قبلها بالضراء، وبعد ذلك سيأتيهم تهدأ الأمور، تضع الحرب أوزار، ويبتلوا بفتنة جديدة وهي فتنة السراء من الصحة والعافية من البلاء والوباء، ولكنها سراء تنسيهم ذكر الله وعبادته فيقعون في المعاصي بسبب كثرة التنعم. وقيل سميت بفتنة السراء لأنها تسر العدو. هذه فتنة السراء
مبدأها من عند من؟ قال دخنها يعني ظهورها وإثارتها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي. إذن هو من النسل النبوي الشريف، لكن هذا الرجل وإن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه وسلالته، لكنه ليس من المتقين. فيوجد من آل البيت من هو كافر وفاجر فيه، وقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب كان كافرا ومات على الكفر، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ذكر قال إنما أولياء المتقون. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فهو الذي يسعى في إثارتها ويملك أمرها وزمامها. قال يزعم أنه مني، أي في الفعل يزعم أنه مني، وإن كان مني في النسب حقيقة وليس مني، يعني ليس مني في الفعل، هو في النسب مني لكن في الفعل أنا بريء منه. وليس مني لأنه لو كان على هدي ما هيج الفتنة، إذن هذا هو الذي يهيجها. وهذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، هو ابنه. طيب فتنة السراء هذه كيف ستكون نهايتها؟ عرفنا أنها أولها من المسرة والرخاء والنعيم، ثم يهيج هذه الفتنة رجل يزعم أنه على الطريقة النبوية وهو ليس كذلك. نهايتها هذه الفتنة أن يصطلح الناس على رجل، يعني يجتمعون على بيعة رجل. إذن معناها أن الناس في هذه الفتنة لن يكون لهم إمام خليفة، سيكون بينهم أمر مريج في قضية من الذي سيرأسهم، من هو الرأس. فيصطلحون في النهاية على رجل، يجتمعون على بيعة رجل. في النهاية تتمخض الأمور بعد هذه الفتنة بأن يبايع المسلمون رجلا. قال كورك على ضلع، لكن هذه البيعة لهذا الرجل ليست ثابتة ولا مستقرة، لأنه شبهها قال كورك على ضلع. ما هو الورك وما هو الضلع؟ الورك معروف، أين وركك يا إنسان؟ هذا الذي أسفل سرتك من الهيكل العظمي، الورك إنه كبير في الحجم، إنه عظم كبير في الحجم. والضلع ما هو؟ هذا العظم النحيف من عظام الأضلاع الذي خلق الله حواء منه، من ضلع من أضلاع آدم. فإذا أخذت الحجم الكبير الورك هذا وحاولت أن تثبته على العظم النحيف هذا الضلع، كيف سيكون ثباته عليه؟ ورك كبير على ضلع مستدق نحيف، كيف سيكون ثباته عليه؟ مهزوزا. فهكذا سيكون أمر هذا الرجل. وإن اجتمعوا عليه وانتخبوه في النهاية بايعوه،
لكن أمره ليس بثابت ولا مستقر، فيكون حكمه مزعزع. وصفه وصفا دقيقا، قال: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. والمعنى أن هذا الرجل المنتخب غير أهل للولاية لقلة علمه وخفة رأيه، لكن من الفتنة طلعوه أخرجوه. ثم فتنة الدهيمة، ثم تنشب فتنة أخرى ضخمة جدا وكبيرة وهائلة، لدرجة قال: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. فهذه هي الفتنة العظمى المظلمة، فتنة الدهيماء. لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة. ما معنى الدهيماء؟ تصغير الدهماء. وما معنى الدهماء في اللغة؟ يعني السوداء. فالتصغير فيها للتعظيم وليس للتقليل. التصغير قد يكون للتقليل، وقد يكون التصغير للمبالغة. وكل أناس سوف تدخل بينه دويهية تصفر منها الأنامل. داهية صغرها دويهية، وليس المقصود بالتصغير هنا التقليل، مقصود بها التضخيم والتكبير. فإذا الدهيماء هذه الفتنة العظيمة المظلمة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، أي أصابته بمحنة ومسته ببلية. ما في واحد إلا راح له ولد أو أب أو أخ أو مال أو احترق بيته أو ذهبت دابته، ما في أحد إلا يصاب بها. من عظيم شررها أنها تدخل على كل الناس وتمس كل الناس، ما في ولا واحد إلا تمس. هذه فتنة الدهيماء. هذه فتنة الدهيماء يصل ضررها لكل أحد من هذه الأمة، ما في ولا واحد إلا ويمسه منها شيء. هذه فتنة الدهيماء كلما خفت اشتعلت، كلما خفت اشتعلت. فإذا قيل انقضت وتوهم الناس إنها الآن إلى زوال، تمادت، ذهبت، بلغت الغاية. طيب، نهاية فتنة الدهيماء ونهاية الفتن هذه المتلاحقة، نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين، إلى فسطاطين يتمايزون. هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض. فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاص بهم، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا في أصله ولا في فصله، لا في اعتقاده ولا في عمله. الناس خالصون من النفاق، لا في النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي، لأنه قال: فسطاط إيمان لا نفاق فيه. لا نفاق، لا نافية، ونفاق نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا نفاق، لا أكبر ولا أصغر، لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لا أصلا ولا كمالا، وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين، أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد، كلهم يجتمعون مع بعض. إذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال. من يومه
أو من غده. إذن الأمة هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي على 3 فتن قطعا ما فيها نقاش ولا تردد في الحكم، لأنها خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الأمة مقبلة على مرحلة فوضى عارمة بلا شك ولا ريب، عارمة في كل شيء، ستكون نتائجها قتل وسلب، ستكون نتائجها مصائب في كل البيوت وكل الأسر وكل العوائل بلا شك. لكن متى سيكون هذا؟ هل هو بعد أشهر، بعد سنوات، بعد عشرات السنين؟ الله أعلم. إنما سيقع. وستتمخض القضية في النهاية عن فسطاط إيمان يقوده المهدي عليه السلام وينزل فيهم المسيح، وفسطاط نفاق سيكونون أتباع الدجال وهؤلاء الذين سيقاتلون معه. ولذلك الشاهد الآن أن يحافظ الناس على دين